قدسك دايما بتحب قوي الزيت وميه اللقان. عملوا معاك ايه قبل كده؟ يعني جربتهم في ايه الزيت وميه اللقان مدى قوتهم يعني في حاجه يعني ايه ليه دايما بتحبهم وتشدد عليهم دايما؟ يعني اكيد برضو عن خبره، عن موقف حصل معاك، عن حاجه. انا اقول لك مع واحد تاني مش معايا. ماشي ما يجراش حاجه. مرة كان صوت الاستعلامات، كان افتكر يوم جمعة مش عارف ولا يوم حد، تقريبا جمعة. وبيوضبوا حالهم ويفضوا ويزودوا بتاع مية اللقان ويعبوا، كان في جزاز ولا يدوم في يدهم ولا مش عارف ولا ايه. وبعدين راح ابونا بالصدفة هقول الاسم عشان يعني كده. ابونا لوقا جاي من بره قال لهم انتوا خليتوا فيها حاجه، خليتوا زيت وزيدوا وكده. بالصدفه راح ربنا جابوا واحده ست عليها روح نجس. اول ما قربت من عند ميت اللقان عملت بقى حلوله كبيره وكده. راح ابونا قال امنت. وانا كل يوم بقول امنت لذلك تكلمت. يعني دلوقتي عندنا مية اللقان ولا زيت ونقول افكاري منوشة، افكاري ملوثة، افكار كده. لا، اللي يعمل كده ويرشم كده طب هل في حاجة نقولها واحنا بنرشم يا ابونا؟ في حاجة نقولها واحنا بنرشم؟ في الرشم باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انما بعديها قول زي ما انت عايز، قبلها قول زي ما انت عايز. لكن ما فيش طلبات معينه ممكن تطلب يعني؟ ده في كتاب اسمه طلبات مش عارف ايه، وفي كتاب مرتب على طلبات ايام الاسبوع، وفي عندنا كتير خالص. يعني مثلا شفتوا انبا متاوس جاي من إجبيت أبونا سليمان، يعني راهب كان سورياني قديم، وجابها كده في كتابه اللي توزع ده. الصلوات الأسبوعية ولا هو غيره؟ اللي هو بتاع الصلوات الأسبوعية ده ولا كتاب غيره؟ لا، ده الكتاب بتاعه اسمه تأملات في عن القداس، كيف تستفيد منه. بحرنة القداس. هو الكتاب الثاني لازم يكون أنا أصبت في مخي ولا لا. هو في كتابين، واحد بتاع القداس وواحد بتاع ايه تاني؟ في كيف تستفيد من القداس. واحد بتاع القداس وواحد تاني. في كتاب كيف تستفيد من القداس. وروحانية طقس القداس. كده. لا مش في روحانية القداس. كيف في الكتاب الأول كده. حتى جاي من أبونا سليمان اللي كان راهب سورياني، يعني ما حدش فينا شاف.